السنة دي في الدورة المركز الكاثوليكي ال67 شفنا في حفل الختام حصد الجوائز ليوم الدين. ممكن تعليقك بقى؟ تعليقي والله يعني مبسوطين جدا. احنا هنا يعني الكاست وكرو بتاع الفيلم النهارده اتكرم، و كان معانا كاست وكرو كبير، واحنا مبسوطين جدا ان احنا يعني مهرجان كبير زي ده، قديم زي ده، بيكرمنا بالجوائز دي، وشرف كبير لينا واشكرهم. احنا كمان اللي بنشكرك على الفيلم الجميل ده. احنا عاوزين بقى نعرف كواليس ازاي دم، وايه الصعوبات اللي واجهتك في تصوير فيلم زي ده، وكمان ان كل الاماكن خارجية، تصوير خارجي. طبعا دي قصة طويلة، بس يعني دي عاوزة فيلم تاني. بس يعني مبدئيا طبعا عشان يعني كان اول فيلم ليا، اول فيلم لينا، اول فيلم لشركة الانتاج، وكان في طبعا مشاكل في التمويل وحاجات كده، فطبعا كل الحاجات دي وقفت الدنيا شويه. مش كده، احنا قعدنا 5 سنين على بال ما نخلص الفيلم. بس خطواتك ما قبل يوم الدين كانت ايه؟ دراستك، مشروعك فكرت فيه ازاي؟ ده مشروع التخرج بتاعي من معهد NYU تش في نيويورك، وده انا اتخرجت بيه من هناك. طيب عاوز كلمة مختصرة لحضرتك لكل صناع الأفلام. والله اقول لهم كملوا. لو في حاجه انتوا شايفين ان هي حتى لو قصه خارج الاطار شويه، او قصه مش ممكن الناس تبقى فاكره ان هي مش هتكسر الدنيا في السينما، يعني كملوا في السكه دي، لان مصر مليانه قصص عاوزه تتحكي، وبس، وما تيأسوش. لو اتعرض عليك إخراج فيلم أكشن أو كوميدي ويتعرض في السينمات جماهيري، هتوافق على حاجة زي كده، ولا أنت ليك طريق تاني وفكر آخر؟ كتابة تكتب أنت الفكرة، السيناريو والفكرة، وهكذا الإخراج. والله لان خلي بالك الاكشن والكوميدي حاجه، مش كلمه مش وحشه يعني، هو بالعكس. في افلام اكشن وكوميدي جميله جدا، غير ان هي تجاريه ومكسره الدنيا في السينما، غير ان هي برضه ممتعه ان الواحد يتفرج عليها. فمش عيب ان الواحد يتفرج يحب الافلام دي، وانا بالنسبه لي بحب الافلام الاكشن كوميدي جدا، فطبعا كلمة في آخر لقائنا لكل الشباب الهواة المحبين لصناعة الأفلام. نفس اللي كنت بقوله قبل كده، انا ما يأسوش ان لو شايفين ان في قصه هم مقتنعين بيها يكملوا فيها، ويحاولوا حاجه جديده.